بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر. الصبر معناه الحبس، هذا معناه في اللغة، والمراد به في الشرع حبس النفس على أمور ثلاثة: على طاعة الله، وعن محارم الله، وعلى أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم: أن يصبر الإنسان على طاعة الله، لأن الطاعة ثقيلة على النفس، تصعب على الإنسان، وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن، بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب، وكذلك أيضا يكون فيها مشقة من الناحية المالية كمسألة الزكاة ومسألة الحج. المهم أن الطاعات فيها شيء من المشقة على النفس والبدن، فتحتاج إلى صبر وإلى معاناة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. أما الثاني فهو صبر عن محارم الله. النوع الثاني صبر عن محارم الله، بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه، لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء، فيصبر الإنسان نفسه، مثل الكذب، الغش في المعاملات، أكل المال بالباطل بالربا أو غيره، الزنا، شرب الخمر، السرقة، وما أشبه ذلك من المعاصي الكثيرة، فيحبس الإنسان نفسه عنها حتى لا يفعلها. هذا يحتاج أيضا إلى معاناة، ويحتاج إلى كف النفس والهوى. أما الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله عز وجل على الإنسان ملائمة ومؤلمة. الملائمة تحتاج إلى الشكر، والشكر من الطاعات، فالصبر عليه من النوع الأول. ومؤلمة بحيث لا تلائم الإنسان، تكون مؤلمة، فيبتلى الإنسان في بدنه، يبتلى في ماله يفقده، يبتلى في أهله، يبتلى في مجتمعه. المهم أن أنواع البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومعاناة، فيصبر الإنسان نفسه عما يحرم عليه من إظهار الجزع باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، لأن الإنسان عند حلول المصيبة له 4 حالات: أن يتسخط، وأن يصبر، وأن يرضى، وأن يشكر. هذه 4 حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة: أن يتسخط إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. التسخط بالقلب أن يكون في قلبه والعياذ بالله شيء على ربه من السخط والشره على الله والعياذ بالله وما أشبه ذلك، ويشعر وكأن الله تعالى قد ظلمه بهذه المصيبة. وأما باللسان، التسخط باللسان، فأن يدعو بالويل والثبور: يا ويلاه وثبوراه، وأن يسب الدهر فيؤذي الله عز وجل وما أشبه ذلك. التسخط بالجوارح مثل أن يلطم خده، أو يصفع رأسه، أو ينتف شعره، أو يشق ثوبه وما أشبه هذا. هذا حال السخط، حال الهلعين الذين حرموا الثواب ولم ينجوا من المصيبة، بل الذين اكتسبوا الإثم فصار عندهم مصيبتان: مصيبة في الدين بالسخط، ومصيبة في الدنيا بما أتاهم مما يؤلمهم. أما الثاني فالصبر على المصيبة. الحالة الثانية
الصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه. هو يكره المصيبة ولا يحبها ولا يحب أن وقعت، لكن يصبر نفسه، لا يتحدث باللسان بما يسخط الله، ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله، ولا يكون في قلبه شيء على الله أبدا، صابر لكنه كاره لها. والثالث الحال الثالثة الرضا، بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضا تاما وكأنه لم يصب بها. والرابعة حال الرابعة الشكر، فيشكر الله عليها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال، فيشكر الله من أجل أن الله يرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه. ولهذا يذكر عن بعض العابدات أنه أصيبت في أصبعها فحمدت الله على ذلك، وقالوا لها كيف تحمدين الله والأصبع قد أصابه ما أصابه؟ قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، فشكرت الله على هذه المصيبة. فالحاصل أن أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والناس في هذا النوع الثالث بالنسبة للمصائب لهم 4 أحوال: تسخط وصبر ورضا وشكر. والله موفق.